أعلنت السلطات الفرنسية أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ليلة رأس السنة، والتي أصبحت تقليدا يتكرر سنويا، أسفرت عن إحراق أكثر من 1000 سيارة واعتقال أكثر من 500 مشتبه فيه، في زيادة بالمقارنة مع حصيلة الليلة نفسها من حوادث الشغب قبل عام. وقالت وزارة الداخلية إن عدد السيارات التي أحرقت ليلة 31 من دجنبر ارتفع من 935 سيارة العام الماضي إلى 1031 سيارة هذا العام، في حين ارتفع عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب هذه من 456 العام الماضي إلى 510 موقوفين هذا العام. كما نغصت أعمال الشغب أجواء الاحتفالات في شاميني سور مارين، الضاحية الشرقية لباريس، حيث تعرض شرطي وشرطيات لضرب مبارح على أيدي حشد كبير كان يشارك في حفل بمناسبة العام الجديد. وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر الاعتداء الجبان والمجرم على الشرطيين اللذين كأن يأديان واجبهما، متوعدا المعتدين عليهما بأنهم سوف يتم العثور عليهم واعتقالهم.